اللي هنتعرّف عليه في الرسمة اللي موجودة قدّامنا دي. لو جيت دلوقتي بصّيت على الرسمة اللي قدّامنا دي، فأنا هافترض إن أنا عندي غاز معيّن، الغاز ده قررت إن أنا أرسمه على الBT diagram، رسمته على الBT diagram فطلع لي الشكل ده، ده الphase diagram بتاعه. طب هو الphase diagram ده بيترسم إزاي؟ هو المفروض إن هو بيترسم بناءً على الcomposition بتاع الnatural gas بتاعي. طيب في software ممكن أستخدمه، في طرق معيّنة ممكن أستخدمها عشان أقدر إن أنا أرسم الphase diagram، ولكن ما يهمناش دلوقتي. أنا هافترض دلوقتي إن جالك الشكل دوّة مرسوم. طيب أنا محتاج بقى إن أنا أحدد شوية نُقط كده على الphase diagram ده. على سبيل المثال أنا هافترض إن ده الغاز بتاعي اللي هو الغاز الأولاني، وعندي دلوقتي دي الcritical point بتاعتي. عشان كده الcritical point دي لمّا بتبقى موجودة باقدر إن أنا أفرّق ما بين الbubble point curve اللي هو على الشمال، والdew point curve اللي هو بيكون على اليمين. طب وبعدين؟ ده الغاز التاني. طيب إحنا دلوقتي محتاجين نعرف حاجة مهمة جدًا أو نسأل نفسنا سؤال مهم جدًا، هو الdew point بتاعة أنهي غاز هي اللي أقل؟ طيب عشان نعرف السؤال ده هنفترض دلوقتي إن إحنا عندنا إيه، الغاز الأولاني ده والغاز التاني ده هو ده عبارة عن بير واحد وده بير 2. طب أنا دلوقتي محتاج إن أنا أعرف هو الغاز اللي موجود في بير واحد ده والغاز اللي موجود في بير 2 ده نسبة المَيّة في أنهي واحد فيهم هو اللي أكتر. هنبدأ إن أنا هاعمل إيه، ممكن نعمل أكتر من حاجة. خلّينا نعمل الtest الأولاني ده. الtest الأولاني إن أنا هابدأ عند درجة الحرارة دي ماشي، هابدأ إن أنا هاعمل إيه، هابدأ إن أنا هاطلع هنا كده. طب أنا واقف هنا دلوقتي عند درجة الحرارة دي والpressure ده. يا ترى هو أنا لمّا هابقى واقف عند درجة الحرارة دي والpressure ده، هو أنا لمّا هابقى موجود هنا بالنسبة للغاز الأولاني، هو أنا عبارة عن liquid والّا vapor والّا liquid زائد vapor؟ لأ، إحنا اتفقنا إن الliquid بيكون موجود على الشمال بتاع الbubble point ولكن الdew point بيكون على يمينه وهو الvapor، ولكن في النُص هو عبارة عن liquid زائد غاز. فأنا بالنسبة للبير الأولاني عند درجة الحرارة دي والpressure ده، أنا في شوية منّي غاز وفي شوية منّي liquid. معنى كده إن الغاز الأولاني ده فيه نسبة liquid أكتر. طيب هنفترض دلوقتي إن الكيرف اللي هو على اليمين ده مش موجود، ماشي، وهافترض دلوقتي إن الكيرف اللي على الشمال اللي هو الG2 أو الغاز التاني ده هو بس اللي موجود. ولو جيت دلوقتي قُلت لك هو بالنسبة للنقطة دي اللي هي نفسها النقطة اللي كانت موجودة على الكيرف الأولاني أو على الغاز الأولاني، هي النقطة ديّة بالنسبة للغاز التاني هي بتمثّل إنها بتكون واقعة فين؟ هي واقعة على اليمين بتاعة الdew point curve بتاع الغاز التاني. معنى كده إن النقطة ديّة لو هي موجودة في البير التاني أو في الغاز التاني، ده معناه إن الغاز التاني بالكامل هو عبارة عن vapor phase أو في الحالة الغازية. يبقى باختصار شديد نقدر نقول إن الغاز التاني الdew point بتاعته أقل، يعني نسبة الliquid اللي فيه أقل. عشان كده الشفة شمال لمّا إحنا عملنا الtest بتاع الpressure والtemperature ده، جِبنا أي نقطة معيّنة ليها temperature معيّنة وpressure معيّن. بالنسبة للغاز الأولاني هي طلعت جوّه الenvelope بتاع الliquid والvapor، يعني طلع في نسبة liquid ونسبة vapor. يبقى دلوقتي طالما في نسبة liquid يبقى الغاز الأولاني فيه نسبة liquid أكتر، يبقى الغاز الأولاني الdew point بتاعته عالية. وده منطقي ليه؟ لإن الdew point curve موجود هنا، إنما الناحية التانية الغاز التاني الdew point curve موجود هنا. يبقى الdew point curve بتاع الغاز الأولاني على اليمين، يبقى هو اللي أكبر. ليه؟ لإن هو عند درجة حرارة كبيرة لسه أصلًا في liquid. يعني تقدر تقول عشان أنت محتاج إنك تتخلّص من الliquid ده وتحوّله كلّه لغاز، أنت محتاج درجات حرارة عالية جدًا. ده معنى كده إن أنت عندك liquid كبير جدًا موجود مع الغاز. عشان كده نقدر نقول إن الغاز الأولاني الdew point بتاعته أعلى من الغاز التاني. يعني إيه كلمة dew point بتاعته أعلى من الغاز التاني؟ ده ممكن يحمل أكتر من تفسير. التفسير الأولاني هو إن درجة الحرارة
اللي بيتكوّن عندها مَيّة كبيرة، والتفسير التاني هي إن نسبة المَيّة كبيرة، ماشي؟ لو جينا مثلًا على سبيل المثال قررنا إن إحنا نقول إن إحنا عندنا مثلًا النقطة دي هي عبارة عن نقطة معيّنة درجة الحرارة فيها درجة الحرارة دي، ماشي؟ وإحنا دلوقتي قررنا إن إحنا نعمل إيه، إن إحنا نمشي شمال، مشينا شمال، قطعنا الG1 والG2، هنكتشف إيه بقى، هنكتشف إن النقطة ديّة طول ما هي ماشية شمال ده معناه إن درجة الحرارة عمّالة تقل، فأنا once إن أنا جيت على النقطة دي، دي النقطة بتاعة الdew point، يعني دي الdew point temperature بتاعتي. طب هو أنا دلوقتي موجود في النقطة دي، هي النقطة ديّة الtemperature بتاعتها أعلى والّا لأ من النقطة دي؟ أعلى من النقطة دي، يعني معنى كده إن النقطة دي اللي هي على اليمين الtemperature بتاعتها أعلى من الdew point temperature بتاعة الغاز الأولاني، عشان كده أقدر أقول طالما أنا دلوقتي درجة الحرارة بتاعتي أعلى من الdew point temperature فأنا لسه غاز. طب once إن أنا أقل عن الdew point temperature هيتكوّن بقى liquid، ماشي؟ طب هو بالنسبة للغاز الأولاني عند النقطة دي اتكوّن liquid، ولكن الغاز التاني هو لسه غاز، ليه؟ لإن الdew point temperature بتاعته هنا، يعني أنا بعيد عنها جدًا، يعني أنا أصلًا لسه ما كوّنتش liquid في الغاز التاني، ماشي؟ أنا دلوقتي عمّال آجي شمال بحيث إن أنا أعرف إيه، هو نسبة الliquid اللي اتكوّن قد إيه. طب خلّينا كده نمشي شمال كمان، طول ما أنا ماشي شمال نسبة الliquid عمّالة تزيد وده طبيعي جدًا، اللي هو إيه، اللي هو عند ضغط معيّن طول ما أنا عمّال أقلل درجة الحرارة بتاعة الغاز بتاعي، هيبدأ يحصل condensation للliquid اللي موجود مع الغاز بتاعي، وطول ما أنا عمّال أقلل درجة الحرارة أكتر، طول ما الliquid عمّال يزيد أكتر لغاية ما آجي عند النقطة دي، النقطة دي خلاص كده شكرًا ما عادش في غاز عندي كلّه خلاص اتحوّل لliquid. طب بالنسبة للغاز الأولاني، هي النقطة ديّة كلّه اتحوّل لliquid، ولكن بالنسبة للغاز التاني، أنا لسه أصلًا ما كوّنتش liquid. ده معناه إيه؟ ده معناه إن الغاز التاني نسبة الliquid اللي فيه قليلة أصلًا، عشان كده الdew point بتاعتي كtemperature قليلة. يعني باختصار أقدر أقول إن أنا لمّا باشيل مَيّة من الغاز بتاعي، أنا باشيل liquid منّه، فلمّا باشيل liquid إيه اللي بيحصل فيه؟ بيحصل shifting للcurve بتاعي من G1 لG2، وطول ما أنا عمّال أشيل نسبة liquid أكتر، الcurve بيفضل يتشفّت شمال أكتر، بمعنى آخر الdew point بتاعتي بتبدأ إنها تقِل. عشان كده إحنا قُلنا كلمة dew point بتاعتي بتبدأ إنها تقِل، ده معناه إن أنا عمّال أشيل مَيّة. وطول ما أنا باشيل مَيّة أكتر، طول ما الdew point بتاعتي بتبدأ إنها تقِل أكتر، وده معناه إن أنا عشان أكوّن liquid أنا محتاج إن أنا أنزّل درجة الحرارة شوية حلوين أوي، قد يكون مثلًا للصفر أو لتحت الصفر، عشان شوية الliquid اللي لسه عالقين في الغاز يبدأوا إن هُم يتكوّنوا. طب هو لو الغاز كان شايل كمية liquid كتيرة يبقى أنت محتاج بس إن أنت تنزّل درجة الحرارة حاجة بسيطة وهتلاقي الliquid اتكوّن لك. طب لو أنت شايل liquid كتير من الغاز يبقى أنت محتاج إنك تنزل بدرجة الحرارة شوية محترمين، شوية حلوين كُتار، درجة حرارة أقل من الصفر، 5 تحت الصفر، 10 تحت الصفر، عشان يقدروا شوية الliquid اللي لسه هربانين مع الغاز يبدأوا إن هو يحصل لهم condensation تاني، وهيبدأوا بعد كده إن أنت تسحبهم من الغاز بتاعك. طب لمّا هتسحبهم من الغاز بتاعك، أنت كده برضه بتقلل الdew point بتاعته، هتقلله مثلًا ل-25، ده معناه إيه؟ إن أنا مش هيتكون عندي liquid إلا لمّا هاقلل درجة الحرارة بتاعة الغاز لسالب 25 وهكذا. ده باختصار شديد إيه معنى كلمة dew point بالضبط. طب خلّينا كده نكمّل الصفحة دي والanimation بتاع الشكل ده. طبعًا زي ما إحنا شُفنا أنا دلوقتي عمّال أقلل درجة الحرارة عند النقطة دي، ماشي، دي T1 ودي T2، يبقى الdew point بتاعة الغاز الأولاني أكبر من الdew point بتاعة الغاز التاني، معنى كده إن الdew point بتاعة الغاز التاني أقل، معنى كده إن نسبة المَيّة اللي في الغاز التاني أقل، ماشي، طبعًا زي ما إحنا شايفين. يعني هو هنا بيقول لك لو أنا موجود عند النقطة الزرقا دي، بالنسبة للغاز الأولاني أنا في شوية مني liquid، بس بالنسبة للغاز التاني
أنا كُلّي لسه غاز لإن أنا على يمين الdew point بتاعة الغاز التاني ماشي، طبعًا لو أنا جيت هنا أنا بالنسبة للغاز الأولاني أنا كُلّي liquid إنّما بالنسبة للغاز التاني أنا شوية منّي liquid وشوية غاز لإن أنا جوّه الphase envelope نَفْسه اللي هو الcurve اللي موجود ده ماشي.